استاذ محمد السعيد، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اهلا بيك. احنا دلوقتي في ورشة عمل دمية الليمبي للفنان التشكيلي محمد السعيد. نحب نعرف من حضرتك الدمية الليمبي دي بتتكون من ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دمية الليمبي عبارة عن شخصية أو شخص، راس، جسم، الإيدين، شعر، جسد بني آدم. طبعا يخش فيه بقى جوه الحشو قطن وأسفنج. الراس، أنا استخدمت كذا حاجة فيها صراحة. ممكن تبقى نحت من الطين او نحت في الفوم على حسب، بس هو الفوم احيانا بيبقى افضل لانه بيبقى خفيف شويه. طب حضرتك ممكن نشوف مثال لراس من الفوم؟ في موجود، يعني في مثلا دمية لسه، او ماسك هون لسه كنت شغال فيه من شويه. بيبقى عبارة عن قطعة من الفوم وبتتنحت، وبعد كده طبعا بتتلون وعشان تظهر في النهاية بالشكل ده. تمام يا استاذ محمد حسن. نحب نعرف كمان من حضرتك ازاي بدأت في تجسيد دمية الليمبي. هي القصة أساسا بدأت سنة 1917 في وجود لورد الليمبي أثناء الاحتلال البريطاني على مصر. الشخص ده كان المفروض إن هو هيجي يزور بورسعيد، فأهل البلد هنا طبعا رفضوا الموضوع ده، حبوا يعملوا حاجة كده رمز تعبيري عن ان طبعا ما زورناش، مش عايزينك، انت شخص عدو وشخص محتل. فجابوا ملابس وحشوها قطن وعملوا تمثال، وبعد كده زفوا بقى في البلد، وبعد كده اتحرقت في نهاية السهرة، اتحرقت. أصبح دون طقس للاحتفال أو مظهر من مظاهر احتفالات شم النسيم في بورسعيد تحديدا. وعليه طبعا الفكرة بقى بتتحول بعد كده للسلبيات او المشاكل او الظلم او اي شيء مرفوض موجود في المجتمع. كنا عايزين نعرف كمان من حضرتك انت بدأت سنة كام تنفذ الموضوع ده؟ احنا هنا بدأنا من اواخر الثمانينات، اواخر الثمانينات بالظبط. كانت البداية، جدتي كانت بتعمل اللي طبعا كطفل صغير كانت بتعمل لي الدنيا بتاعت القلم دي، ونعمل لها كده عينين كده وشعر وبتاع، وبالليل كنا بننزل نحرقه. فطبعا لما كبرت طبعا وبدات اعرف يعني ايه الليمب دون وايه قصته، اتجاه في منظور ده تراث بورسعيد او تراث بورسعيدي. الموضوع ده طبعا بيعمل ترويج للسياحه الداخليه والخارجيه، وفي نفس الوقت بيعمل انتعاش شويه في البلد، بيعمل انتعاش. ف من وقتها كده تقريبا بدات يعني من ساعه تقريبا ما دخلت في موضوع الفن كمان والرسم والخط والحاجات دي، بدات بقى بدات اطور الشغل بحيث ان هو يظهر كده يعني بشكل مقبول للناس، يعني احسن من الاول كمان. حضرتك عودتنا كل سنة انك بتعمل عن المشاكل اللي بتحصل دايما في البلد والظلم اللي بنتعرض له والسلبيات اللي بنتعرض لها. تمام. في سنة 2013 قررت تكلمنا عن ايه؟ السنة دي الموضوع حزيني شوية، لأن طبعا احنا الفترة اللي فاتت كان عندنا شهداء وناس راحت كتير ملهاش ذنب في الأحداث الأخيرة. فالسنة دي في حداد شوية. بنتكلم بقى عن حالة الانفلات الأمني اللي ظهرت، سرقة وسلاح وحالة تدهور الاقتصاد، حق الشهيد اللي راح. في الوقت نفسه برضو ما نسيناش اللي بيحصل في سوريا، اخواتنا في سوريا برضو المجازر اللي هناك. كل ده طبعا جمعته بشكل فيه كاريكاتير شوية وبنقدمه السنة دي للناس. وعلى الرغم برضو يعني المواضيع كلها اللي احنا قدمناها قبل كده، يعني الحمد لله برضو كان فيها استحسان الفترة اللي فاتت. حضرتك قدمت ايه؟ مواضيع سابقة ايه يعني اتكلمت في ايه قبل كده؟
يعني افتكر زمان كنا اتكلمنا تقريبا مرة عن الغلاء والأسعار. عملنا مرة كان في وقتها كان لسه دش اللي هو القمر الصناعي طبعا كان لسه ظاهر وفجأة انتشر في البلد. عملنا موضوع برضو عنه، كان في برضو يعني كان في استحسان. عملت برضو كان في مرة ظهرت موضوع عن انفلونزا الطيور وبتاع، عنه عملت عن التحكيم، ظلم التحكيم كورة وكده. عملت يمكن بعد الثورة برضو عملنا عن الأحداث طبعا اللي احنا عشناها في الثورة وكده يعني. عملت حاجات كتير يعني الحمد لله الفترة اللي فاتت الحمد لله. طب حضرتك حابب توجه رسالة لشعب بورسعيد بمناسبة عيد شم النسيم؟ شعب بورسعيد بقول له كل سنة وانتم طيبين. أتمنى من كل قلبي إن بلدنا دي تبقى وتفضل أجمل بلد، ودايما كده نشوف البلد في تقدم، يبقى في استقرار وفي حب وألفة بين الناس. وأوعدكم إن شاء الله طول ما أنا عايش بإذن الله هقدم لكم الجديد بإذن الله، لأن في النهاية الموضوع ده أنا بعمله للناس بدون أي مقابل لا أجر ولا أي حاجة. في النهاية لما بشوف ابتسامة الناس اللي بتيجي تتفرج كل المجهود وكل التعب ده بيروح. شكرا يا استاذ محمد السعيد، احنا اسفين جدا ان احنا عطلناك عن الشغل في توية الليمبي. عليه تحت امرك. شكرا.